السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم يا أولى إعدادي في أولى دروس المنهج الجديد في الترم الأول، واللي بتتكلم عن قارة إفريقيا. قارة إفريقيا إيه ده؟ مش دي اللي احنا اتكلمنا عنها في سنة رابعة؟ أيوة، بس هنتكلم عنها وهنزود شوية معلومات. أول حاجة إن قارة إفريقيا هي من قارات العالم القديم، ومصر بتقع في قارة إفريقيا، حيث تتوسط قارات العالم القديم زي ما عرفنا قبل كده. المعلومة الجديدة بقى إن قارة إفريقيا هي تاني قارات العالم من حيث المساحة. يعني تاني قارة من حيث المساحة؟ أيوة. أمال أول قارة من حيث المساحة هي قارة إيه؟ آسيا. الله، أمال قارة أفريقيا مساحتها قد إيه يا مستر؟ قارة أفريقيا مساحتها 30 مليون وأربعة من عشرة كيلو متر مربع، يعني بنسبة 20% من مساحة قارات العالم. تعال بقى نتكلم عن موقع قارة أفريقيا الجغرافي. قال لك جغرافي طبعا اللي هو شمالها وجنوبها وشرقها وغربها. طيب شمالها ايه؟ شمالها البحر المتوسط، وهو ده اللي بيفصلها عن قارة أوروبا. وأقرب منطقة بتقرب قارة إفريقيا عن قارة أوروبا هو مضيق جبل طارق، وده اللي اتكلمنا عنه في سنة 6. قال لك الجنوب ملهاش عشان هي واخدة شكل محدب أو شكل مثلث من تحت. طب والشرق؟ قال لك البحر الأحمر والمحيط الهندي، وهم بيفصلوها عن قارة آسيا. طيب، وأقرب منطقة بتقرب إفريقيا من قارة آسيا مضيق باب المندب، وده برضو اتكلمنا عنه في سنة 6. طب والشرق يا مستر؟ في الشرق عندنا قلنا البحر الأحمر والمحيط الهندي، أما الغرب المحيط الأطلنطي، وده اللي بيفصلها عن أمريكا الشمالية والجنوبية. يبقى احنا كده اتكلمنا عن الموقع الجغرافي. بس نخلي بالنا من معلومة مهمة قوي. ايه هي؟ قالك ان تتصل افريقيا باسيا عن طريق شبه جزيرة سيناء. شبه جزيرة سيناء مش دي اللي موجودة في مصر؟ ايوه. وقالك كمان إن شبه جزيرة سيناء لها أهمية حضارية وأهمية استراتيجية. يعني إيه حضارية؟ حضارية قالك إن دخل عن طريقها اللي هي سيناء لمصر وإفريقيا بعض الثقافات والحضارات. زي إيه؟ قالك زي الحضارة الإسلامية. يعني الحضارة الإسلامية دخلت مصر وأفريقيا عن طريق شبه جزيرة سيناء. أيوة. طب إيه الأهمية الاستراتيجية؟ قال لك برضو دخل عن طريقها لمصر وإفريقيا الحملات العسكرية. يعني أي حملات عسكرية كانت بتهدد مصر كانت بتيجي عن طريق شبه جزيرة سيناء. وبالتالي الحفاظ على أمن سيناء ضرورة للحفاظ على الأمن القومي المصري والإفريقي. طيب تعال بقى نتكلم عن الموقع الفلكي لقارة إفريقيا. موقع فلكي مش ده اللي هو خطوط الطول ودوائر العرض؟ ايوه. طيب ما ننساش ان خط الطول الرئيسي اللي هو خط جرينتش بيمر بقارة افريقيا. وبرضه ما ننساش ان في 3 دوائر عرضية رئيسية اللي احنا خدناها في سنة 5، ال3 بيمروا في قارة افريقيا، اللي هم ايه؟ اللي هي دائرة الاستواء ومدار السرطان ومدار الكتف. وقال لك كمان ان ثلثي مساحتها في نصف الكرة الشمالي، وثلث مساحتها في النصف الكرة الجنوبي. يعني ايه؟ قال لك يعني الثلثي مساحة القارة موجود في النصف الكرة الشمالي، والثلث من قارة افريقيا موجود في النصف الكرة الجنوبي. طيب تعال بقى نتكلم عن خطوط الطول ودوائر العرض. يعني كم خط طول وكم دائرة عرض؟ قال لك من 37.5 شمالا إلى 34.5 جنوبا. ده كده اللي هي دوائر العرض. طب وخطوط الطول؟ 51 شرقا و17 غربا. 51 شرقا و17 غربا. يعني عندنا ان قارة افريقيا اكثر من 70 دائرة. طب يا مستر الكلام ده ما ترتبش عليه حاجة؟ طبعا. يجيلنا سؤال مهم: ما النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لقارة افريقيا؟
أدى إلى تنوع المناخ، وما دام المناخ هيتنوع يبقى النبات هيتنوع، وكذلك الحيوانات والمحاصيل الزراعية. طيب تعال بقى نتكلم عن النتائج المترتبة على الموقع الجغرافي لقارة إفريقيا والموقع الفلكي لقارة إفريقيا. احنا قلنا بالنسبة للموقع الجغرافي لقارة إفريقيا أدى إلى تحكمها في طرق الملاحة العالمية. سؤال مهم جدا، إزاي؟ احنا مش لسه قايلين في مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب؟ يبقى بالتالي مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب الاتنين مخلين القارة تتحكم في طرق الملاحة العالمية. واحنا قلنا في السؤال من شوية النتائج المترتبة على الموقع الفلكي أدى إلى تنوع المناخ، وبالتالي تنوع النباتات الطبيعية والحيوانات والمحاصيل الزراعية. تعال بقى نتكلم عن أهمية موقع قارة إفريقيا. أول حاجة هنتكلم عن الأهمية الاستراتيجية. يعني إيه استراتيجية؟ اللي هو السيطرة، التحكم. قال لك لأن قارة إفريقيا بتشرف على أهم الممرات المائية زي مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب وقناة السويس. أما بالنسبة لأهميتها الاقتصادية إن هو موقعها الجغرافي، إن هي متحكمة في الطرق الملاحة العالمية. أما بالنسبة لموقعها الفلكي تنوع المناخ وكذلك تنوع النباتات. طيب إيه أهميتها الحضارية؟ قامت على أرضها أقدم الحضارات في العالم. طبعا ما ننساش الحضارة المصرية القديمة في مصر، وحضارة كوش في السودان، وحضارة أكسوم في إريتريا وإثيوبيا، وحضارة قرطاج في تونس. يبقى دي كلها أهمية حضارية في قارة إفريقيا. تمام خالص. طيب تعال بعد كده بقى نتكلم عن الكشوف الجغرافية لقارة إفريقيا. قال لك هنتكلم عن 3 كشوف: دور مصر ودور العرب ودور الأوروبيين. تعال الأول نتكلم عن دور مصر في الكشوف منذ القدم وفي العصر الحديث. منذ القدم يعني في عصر المصريين القدماء كان في رحل، الرحالة اللي هو بيخرج يستكشف زي الرحالة حرخوف، ده قام ب4 رحلات نحو الجنوب، وهو من أوائل المصريين الذين اكتشفوا أجزاء من إفريقيا. يعني إيه الأماكن اللي وصل إليها المصريين القدماء؟ قال لك السودان، القرن الإفريقي، غرب إفريقيا، منابع النيل الاستوائية، والسواحل الإفريقية. يعني دي الأماكن اللي وصل إليها المصريين القدماء. أيوة. طيب هل في حد من ملوك مصر عمل بعثة؟ زي الملك نخاو الثاني، وده اللي خدناه في سنة 5 لما عمل بعثة بحرية للدوران حول إفريقيا، بدأت من البحر الأحمر وعادت من مضيق جبل طارق. تخيلوا قعدت كام سنة؟ 3 سنوات. طيب في العصر الحديث في مصر قال لك محمد علي باشا أرسل رحلات لاكتشاف منابع النيل. طيب ومين كمان؟ حفيده اللي هو الخديوي إسماعيل. الخديوي إسماعيل اهتم باكتشاف منابع النيل، ووصل حكمه إلى جنوب دائرة الاستواء. وهنا يجي لنا سؤال جميل: ما النتائج المترتبة على إرسال محمد علي باشا رحلات لاكتشاف منابع النيل؟ أدت لاكتشاف النيل الأبيض ورسم خريطة للنيل حتى جنوب السودان. طيب تعال نشوف بقى الكشافة العرب. دور العرب قال لك بالنسبة للجغرافيين والرحالة العرب عندنا ابن بطوطة، قام برحلات في شمال إفريقيا واخترق الصحراء من الشمال للجنوب حتى وصل إلى مالي، ودي دولة إفريقية. وفي عندنا المسعودي وهو من أوائل الرحالة العرب اللي زاروا إفريقيا وكتبوا عنها. طيب بالنسبة للقوافل العربية وصلت لفين العرب؟ قال لك للسودان والحبشة وجزر القمر وغيرها.
طيب إيه هي الممالك الإسلامية؟ قال لك الممالك الإسلامية امتدت من السواحل الشرقية لقارة إفريقيا إلى هضبة البحيرات الاستوائية، وبعض الممالك كانت توجد في غرب إفريقيا. ده كده بالنسبة للرحالة العرب. طيب تعال نشوف بقى دور الأوروبيون. طبعا أشهر الأوروبيون عندنا البرتغاليون، وده كان في عهد الأمير هنري الملاح. الكلام ده كان إمتى؟ في القرن الخمستاشر. بدأت محاولاتهم في اكتشاف إفريقيا، ولذلك للوصول إلى الهند عن طريق الدوران حول إفريقيا. واكتشفوا إيه؟ طريق رأس الرجاء الصالح، وأخذنا عنه نبذة في سنة رابعة. وأسسوا عليه المواني والمراكز التجارية عشان يأمنوا الملاحة والتجارة. طيب بالنسبة للإنجليز، طبعا برضو كان لهم دور في نهاية القرن الثمنتاشر، والفرنسيين وأيضا الهولنديين، وذلك خلال القرن التسعتاشر. فتوالت كشوفهم الجغرافية لإفريقيا، وكان للأوروبيين دور مهم في اكتشاف منابع نهر النيل. يعني في نهاية القرن الثمنتاشر وخلال القرن التسعتاشر ظهر دور الأوروبيين كالإنجليز والفرنسيين والهولنديين في اكتشاف الجغرافي لإفريقيا، وكان لهم دور في اكتشاف منابع نهر النيل. طيب يبقى احنا كده اتكلمنا عن دور المستكشفين في مصر، وأيضا في دور العرب، وأيضا الأوروبيين. يجينا بقى بعض الأسئلة المهمة جدا. يقول لنا بما تفسر هم أوروبا اهتموا ليه بالكشوف الجغرافية لقارة إفريقيا؟ ما هو طبيعي، هو مش جاي يكتشف عشان ينفع الدول، لا، هو جاي يكتشف عشان ينهب خيراتها ويستغلها. طيب بما تفسر تنقسم قارة إفريقيا إلى عدة دول مختلفة المساحة بسبب تصارع الدول الاستعمارية عليه عشان ينهبوا خيراتها. ما نتائج قيام الدول الاستعمارية بتقسيم إفريقيا ونهب خيرتها؟ الخير بتاعها طبعا جعل إفريقيا تعاني من الفقر رغم امتلاكها ثروات طبيعية متعددة. يبقى كده الدول الاستعمارية تصارعوا على ايه؟ ان هم يقسموا افريقيا وينهبوا خيرها ويستغلوا ثرواتها. وخلي بالكم ان افريقيا فيها 54 دولة مختلفة المساحة. اكبر دولة فيها في المساحة الجزائر. وقلنا طبعا ان مصر بتقع في الركن الشمالي الشرقي لقارة افريقيا. طيب دور مصر في افريقيا حديثا، هل مصر لها دور حديثا؟ طبعا ان مصر لها جهود لتعميق العلاقات وتحقيق التنمية المستدامة في افريقيا، وتم انتخابها دي مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي عام 2019. وكان فرص طبعا لتعميق ودعم دور مصر الريادي وعلاقتها بدول وشعوب القارة الإفريقية. وإلى هنا انتهى الدرس، ونلتقي في حلقة جديدة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أسامة النبي.